طبق اليوم من الأطباق الجديدة المختلفة والتحفة جدا، ولازم تكون موجودة على السفرة عندك في رمضان. حاجة كده جديدة ومختلفة وفي نفس الوقت سهلة جدا ومقاديرها ملهاش حل. زي ما بين عندكم صنوبر حمصناه، وحتة لحمة قطعناها مكعبات وشوحناها، وشوية الحمص بتاعنا، وبقى أحلى طبق ممكن تاكليه في حياتك. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معايا كوباية من الحمص، 3 معالق من عصير الليمون، فصين توم، زبدية كاملة كده، وربع كوباية من الطحينة، وشوية زيت زيتون وملح فلفل اسود. والمية هنا هنحطها على حسب يعني مش عايزين الحمص يكون صايص قوي، يعني من 3 ل4 معالق. بعد ما خلصنا الحمص وكمان حمصنا الصنوبر بتاعنا بحتة سمنة، واللحمة بتاعتنا شوحناها بره، لحمة عادية مكعبات، بس قطعتها صغير صغير علشان ما تاخدش وقت على النار وما تاخدش سوا. يعني ما فيش 5 دقايق دي كانت خلاص خلصت على النار لحد ما وصلت للون البني ده. جبنا بقى الطبق بتاعنا، طبق التقديم، وحطيت حوالي 2 معلقتين من الحمص وفردته كده في الطبق، وبدأت أنزل بالصنوبر واللحمة. طبعا السمنة هنا جرت في الجنب مالت كده، يفضل انك لو الطبق غويط شوية يكون افضل بصراحة. ودي كانت نهاية وصفتنا، حاجة تحفة وخطيرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.